الخبيزات اللي غنشارك معكم اليوم ان شاء الله تيجيو مقطنين لذاذين ما تشبعوش منهم، والاهم ان الوصفه ناجحه ومضبوطه. غنخليها لكم مكتوبه لتحت باش هكا بلا ما نطول عليكم لا فيديو. هنا خديت العجينه بعد ما قمرات ليا، غادي ناخذها وغادا نقرصها بحال هكا كويرات صغارين. بالمساعده ديال الدقيق غادا نكورها مزيان، وغادا ناخذها غادا نطلقها بالمدلك. كيف ما تشوفوا ضروري نديرو شويه ديال الدقيق باش هكا ما تعذبناش. غناخذوها نطلقوها بهذا الشكل اللي كيكون طولي. غادا ناخذ هنايا الحشوه اللي حتى هي غنخليها لكم مكتوبه لتحت، وغنحاولوا نقرصوها من الجناب بهذا الشكل هذا. راه الطريقه شارحه راسها في لا فيديو. من بعد فاحنا غادي نقرصوها مزيان باش هكا ما غاداش تحل لينا فاش غادا تكون تطيب. وناخذوها ونخليوها على جنب حتى غادي نكملوا هاد الكميه كامله ونغطيوها ونخليوها حتى تختمر لينا. حنا غادي ندهنوها هنايا باصفر بيضه، غادي نديرو معاه شويه ديال الحليب وشويه ديال صلصه الصوجه، وغادي ندهنو به بحال هكا. الخبيزات ديالنا تيجيو محمرين بهذه الطريقه وما تجيش فيهم ريحه البيض نهائيا. هم هنايا بواحد اللام اللي تكون جديده، تكون مخصصه بحال هكا الحلويات. وغادا ندير عليهم هنايا الزرارع اللي تيبقاو اختياريين، ديروا اي نوع نتوما تتفضلوا. هنا غندخلهم في الفران اللي تنكون شاعلاه على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت حتى غادي يطيبوا لينا وغادي يتحمروا. تيجيو بهذا الشكل هذا فريمون، تيجيو ناجحين. جربوهم وردوا عليا الخبر.